تاني نوع من ال architecture characteristic هو ال structure architecture characteristic. من اسمه باين هو structure، يعني بيتكلم حاجة تخص ال structure بتاع الكود، حاجة تخص بالظبط علاقة الكود ببعضه، ال coupling، ال modularity، ال readability بتاعت الكود. كل الحاجات دي ليها علاقة بال structure architecture، يعني ده بيتكلم على الحاجات اللي من جوه الكود بتاعنا. طيب زي ايه بقى اكزامبلز؟ زي مثلا بيقولك ايه، اول حاجه هي المينتينابيلتي، ازاي الكود بتاعك هيبقى سهل في ان انا اعمل له مينتينبل او ان انا احسن منه او اطور فيه. تاني حاجه مثلا فكره الريوزبل، ازاي الكود بتاعي هيكون ريوزبل، ان انا اقدر استخدمه في اكتر من مكان، او هقدر ان انا يبقى فيه كومبوننتس بتتعمل مره واحده وبتستخدم في اكتر من حته من الابلكيشن. ممكن كمان اللوكاليزيشن، يا ترى ان السيستم بتاعي هيبقى بيسبورت اكتر من لانجوج ولا لا. النوع الثالث بقى من الاركتكتشر كاركترستيك هو الكروس كاتنج، ومن اسمه الكروس كات يعني شويه كاركترستكس بتكروس كات او بتقطع اكتر من حاجه، بتلمس في اكتر من حاجه، بتسمع في اكتر من حته. زي ايه مثلا؟ زي الاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن، ان انا اخلي السيستم بتاعي يكون اوثنتيكيتد او ان مش اي حد يقدر يخش عليه. تاني حاجه السكيورتي، البرايفسي، الاكسسبيليتي، ان السيستم يكون اكسسبل لكل الناس بكل الامكانيات. وده الحته بنراعي فيها الناس مثلا عندهم مشاكل في السمع، مشاكل في النظر، الحاجات دي، فبتعمل السيستم بتاعك وبتاخد بالك وانت بتعمله ان هو يكون بيفاليديت الحته دي كلها من الحاجات اللي بتقع تحت فكره الكروس كاتنج اركتكتشر كاركترستيك. لما جه بقى الموضوع كبر وبقى فيه بقى كاركترستكس كتيره والناس تاهت في الحياه، فجت الايزو وقالت انا هديكوا 8 مين كاركترستكس تبداوا تبصوا عليهم او تشوفوا منهم. زي ايه؟ اول حاجه هقراها لكم. اول حاجه البرفورمانس افيشنسي، تاني حاجه الكومباتيبيليتي، تالت حاجه اليوزابيليتي، 4 الريليابيليتي، 5 السكيورتي، و6 المينتينابيلتي، 7 البورتابيلتي، و8 الفانكشنال ستابيليتي. هنتكلم عن كل واحده فيهم.